من بين كل أسرار الفضاء الواسع في كوكب واحد خطف الأنظار واحتل قلوب العلماء والهواة. كوكب مش بس ضخم، لكن حواليه تاج من الحلقات اللامعة اللي خلت شكله مميز وسط المجموعة الشمسية. من أول ما اتشاف بالتلسكوبات القديمة بقى لغز كبير. إزاي الحلقات دي اتكونت؟ وليه هو بالذات اللي بيملك الحلقات دي؟ رحلتنا النهاردة مش مجرد حكاية عن كوكب، دي حكاية عن أسرار اتخبت من ملايين السنين في الفضاء واستنت لحظة تنكشف فيها. بس قبل ما نكمل، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أغلب المشاهدين بيشاهدوا الفيديوهات بدون ما يحطوا لايك. ادعمنا بلايك وشير للفيديو. زحل، الاسم نفسه غريب ومثير. في لغتنا العربية اتسمى بالاسم ده لأنه كوكب بعيد صعب نشوفه بالعين المجردة، وعند العرب القدامى كان ليه لقب جميل، درة السماء. الاسم ده جه بسبب الحركات اللي بتدور حواليه واللي خلت شكله ساحر. زحل مش كوكب اكتشفناه حديثا، البشر عرفوه من آلاف السنين. علماء الفلك في اليونان القديمة والصين كتبوا عنه ووصفوه كجرم سماوي مميز، وحتى بطليموس رسم مداره بدقة بالنسبة للأرض والشمس. لكن العالم اتغير لما وصلت أول مركبة فضائية لزحل، قطعت المسافات الشاسعة لحد ما شافته عن قرب. ومن وقتها بقى الكوكب ده مش مجرد نقطة في السماء، لكن عالم كامل مليان أسرار. والعلماء بدأوا يكتشفوا إنهم لسه في أول الطريق. زحل واحد من أضخم عمالقة المجموعة الشمسية، بيجي في المركز التاني بعد المشتري من ناحية الحجم. لو حاولنا نتخيله هنلاقي إن الأرض بالنسبة له مجرد نقطة صغيرة. هو أوسع وأكبر من كوكبنا عشرات المرات، لكن المدهش إن رغم الضخامة دي مش كوكب صخري زينا. زحل في الأساس كوكب غازي، يعني لو فكرنا نقف على سطحه مش هنلاقي أرض تحت رجلينا، هنلاقي سحب وضباب وغازات بتغطي الكوكب كله. الغلاف الجوي بتاعه بيتكون أغلبه من الهيدروجين والهيليوم، نفس المكونات اللي بتشكل النجوم في السماء. وده اللي بيخليه كوكب خفيف بالنسبة لحجمه العملاق. لكن ما تخليش خفة الكوكب تخدعك، الغلاف الجوي عنده مليان رياح سريعة بشكل خرافي، سرعتها بتوصل ل 1800 كيلومتر في الساعة، وأعاصير مهولة بتلف حوالين الكوكب طوال الوقت، وبيطلق طاقة وإشعاعات بتنتشر في الفضاء الخارجي. زحل مش لوحده في الفضاء، حواليه مملكة كاملة من الأقمار عددهم 62 قمر. أشهرهم وأكبرهم هو قمر تايتن، قمر ضخم لدرجة إنه أكبر من كوكب عطارد نفسه، ولو قارناه بكواكب تانية صغيرة زي بلوتو هنلاقيه أكبر وأوضح. غير تايتن، زحل عنده أقمار صغيرة وكبيرة، بعضها متجمد بالكامل وبعضها مليان فوهات نتيجة اصطدامات قديمة، لكن كلهم بيدوروا حوالين الكوكب العملاق في انسجام غريب. لو في حاجة خلت زحل أيقونة في الفضاء فهي الحلقات اللي حواليه، حلقات لمعة بتخليه شبه جوهرة وسط الفضاء. من بعيد بتبان كأنها خطوط رفيعة وبسيطة، لكن الحقيقة أعقد وأجمل بكتير. الحلقات دي عبارة عن بلايين من جزيئات جليد لامع وصخور غامقة وأتربة دقيقة، كلهم بيدوروا حوالين الكوكب بسرعة منتظمة. الحجم بيختلف من ذرات صغيرة شبه الغبار لكتل ضخمة زي الجبال. المنظر من بعيد يخليك تفتكر إن الحلقات دي صلبة، لكن لو قدرت تقترب هتلاقيها مجرد أسراب متفرقة بتتحرك مع بعض في انسجام. العلماء لحد دلوقتي مش متفقين على أصلها. في نظرية بتقول إن قمر قديم اتفتت بسبب جاذبية زحل وتحول لحلقات، وفي نظرية تانية بتشير إنها بقايا مواد من أيام تكوين الكوكب. لكن لسه السؤال قائم، هل الحلقات قديمة زي الكوكب ولا حديثة وظهرت من ملايين السنين بس؟ الأجمل إن الحلقات مش ثابتة، شكلها بيتغير مع مرور الزمن. جاذبية أقمار زحل بتأثر فيها وتعمل فجوات واضحة، أحيانا تلاقي خطوط داكنة وأحيانا أقواس لمعة، كأنها لوحة بتتجدد باستمرار. ولما مركبة كاسيني صورتها عن قرب، بان إن لكل حلقة لون مختلف، من الأبيض البراء للجليد النقي للرماد الغامق مليان صخور. الألوان دي مش مجرد منظر، لكنها دليل على تركيبات مختلفة وعلى تاريخ طويل من الاصطدامات. الحلقات في نظر العلماء مش مجرد زينة، هي سجل طبيعي بيحكي أحداث حصلت حوالين كوكب زحل. كل شظية فيها بتحمل قصة اصطدام أو انفجار أو تجمع كوني قديم، وده اللي بيخليها مكتبة مفتوحة للباحثين. رغم بعد المسافة وصعوبة الوصول، الإنسان مستسلمش،
من زمان والفضول بيقوده يبعت بعثات استكشافية للفضاء، لكن أكتر مهمة غيرت فهمنا الزحل كانت كاسين. المركبة دي انطلقت في رحلة طويلة وبعد سنوات وصلت للزحل. أول صورة بعتتها كانت كفيلة إنها تبهر العلماء، صور لحلقات ومن زوايا عمرنا ما شفناها قبل كده، وأقمار غامضة اتصورت لأول مرة بالتفصيل. كاسيني دخلت جوه الفجوات بين الحلقات، صورت العواصف اللي بتلف حوالين القطب الشمالي للزحل. دوامة هوائية ضخمة على شكل سداسي هندسي بتلف حوالين القطب بسرعة رهيبة. العاصفة دي مش في الحلقات ولا في باطن الكوكب، دي في الغلاف الجوي نفسه. كاسيني صورتها لأول مرة بالتفصيل، وكشفت قد إيه الزحل مليان أسرار جوية غريبة. وواحدة من أعظم اكتشافات كاسيني كانت عن القمر تايتن. المركبة نزلت مسبار صغير على سطحه، وصورت الضباب والبحيرات المليانة ميثان سائل. مش بس كده، كاسيني كمان كشفت عن قمر تاني اسمه انسيلادوس، سطح متجمد لكن من تحته بيطلع بخار مية. العلماء قالوا إن تحته ممكن يكون فيه محيط كامل سائل. المهمة فضلت شغالة لسنين طويلة، كل يوم كان فيه اكتشاف جديد أو صورة مذهلة، لكن في الآخر كان لازم تنتهي. العلماء اختاروا إن كاسيني تغوص في غلاف زحل. المركبة بعتت آخر إشاراتها واندمجت مع غيوم زحل، لكن نهايتها ما كانتش خسارة. كل معلومة وصورة بعتتها فضلت محفوظة، وكل اكتشاف لسه بيغير فهمنا عن الكوكب العملاق. في النهاية زحل مش مجرد كوكب في السماء، ده كتاب مفتوح من الأسرار. كل صفحة فيه بتحكي حكاية من حلقاته اللي مع الأقمار الغامضة، العواصف اللي ما بتعرفش لحظة. اللي اكتشفناه لحد دلوقتي ما هو إلا بداية. كل مهمة فضائية بتقربنا خطوة، وكل صورة جديدة بتفتح مليون سؤال. شاركونا رأيكم في التعليقات، ايه أكتر حاجة عجبتكم في موضوع النهاردة؟ ولو عندكم موضوعات غريبة أو أسرار تاريخية عايزين نحكيها اكتبوها في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير الفيديو، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.